مساء الفل والهنا والسعادة والحب. وحشتوني 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 لغاية 3 4 5 سنين قدام. وحشتوني، وحشني الكلام معاكم وتعليقاتكم الحلوة. النهاردة الصبح عيالي الاتنين الكبار ولله الحمد أخيرا أخيرا نزلوا الامتحانات، وانا بقيت في الشقة لوحدي لمدة 3 ساعات. يلا بينا مع بعض نشوف عملت انا ايه في ال3 ساعات دول. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وحشتوني ويا رب تكونوا بخير. ويلا بينا نشوف انا عملت ايه في ال3 ساعات دول. انا طبعا عايزة اقول لكم شهر رمضان كان شهر للعبادة فقط، وبعد شهر رمضان كانت ايام للمذاكرة والامتحانات فقط، وانا ما بين هذا وذاك مش قادرة اقول لكم ايه. البيت متبهدل معايا وطلعان عينه. لكن الله المستعان. الامتحانات اهي بدأت، ويا رب ربنا يوفق يا رب كل طلاب المسلمين، وتبدأ الدنيا تخف شوية والاجازة تيجي على طول. انا ان شاء الله عندي اخر حد هيخلص يوم 22/5. فيا مسهل يا رب. النهاردة بقى كان أول يوم وأول امتحان عندهم. بالتوفيق يا رب بيهم، ربنا يا رب يسدد إجابتهم هم وكل أولاد المسلمين يا رب. شايفين بقى الشقة؟ مش قادرة أقول لكم. غسيل جوه الغسالة، وغسيل منشور على الحبل، وغسيل مبلول في الطبق، وغسيل ناشف عاوز يتطبق. يعني من فضل الله عندي كل مراحل الغسيل موجودة. الولاد نزلوا على الكويزات الصبح، طبعا شايفين هدومهم مرمية في كل مكان، واللي نزل ونسي نضارته، واللي نزل ونسي معرفش ايه. يعني مش قادرة اقول لكم. اخر بهدله واخر كركبه. انا بقى انتهزت الفرصه طول ما هم موجودين طبعا. نذاكر وورانا مليون حاجه بنعملها، وده يسال عايز كذا، وده افهمه كذا، وده نصحح مع بعض كذا. فما ببقاش حتى فاضيه ان انا يعني اشرب ميه. اللهم لك الحمد يا رب. اول ما نزلوا بس قلت بقى اوثق اللحظات التاريخيه دي واوريكم الشقه وصلت لاي مرحله. بصوا اتعشوا. واحد كل السندوتشات بتاعته اللي في الطبق وساب الطبق على الكنبه، ما فكرش ان هو يشيله. وبصوا بقى الصاعقه الكبرى بقى، بصوا شكل البلكونه. عمر حد يقول ان دي بلكونه عند حنان؟ لا يمكن ابدا صدقوني. كان في عاصفه كده محترمه، نزلت الستاره جابتها ارض ارض زي ما انتوا شفتوا بالشكل ده. وانا طبعا دلوقتي هتشعلق في الهوا. والله المستعان، ربنا يستر. عمري ما اظن هعمل كده تاني ابدا. انا طول عمري بعمل كده، بس حاسه خلاص بقى يعني بدأت ايه، ابقى كبيرة على موضوع ان اقف على سور البلكونة ده. طبعا انا كبيرة من زمان. بس يعني كنت بقول هو العمر مجرد رقم ما دام انا قادرة اطلع اعلق الستار. بس طبعا لا، لقيت انها خطر بقى، فما اظنش هقف تاني. شايفين التراب؟ شايفين السلك عبارة عن سلك وعليه تراب. اول حاجة بدأت بالسرير عندي كده في اوضة النوم، غيرت الملايات بتاعته، وحطيت ملاية بقى نظيفة وكوفرتة مغسولة ونظيفة وكياس المخدات والخدد ديت، وقمت ايه روقت على السرير بتاعي. شايفين؟ انا عايزة اقول لكم الترابيزة دي عليها اكوام من التراب، اكوام. انا مش عارفة هي باينة معاكم ولا لا عشان انا مسرعة الفيديو، بس التراب يعني تراب وعليه ترابيزة، مش الترابيزة وعليها تراب. استعنت بالله وتوكلت على الله وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وبدأت بقى بالترابيزة دي، قلت كل أوضة أدخلها عاملة لنفسي تارجت عشان عيني ما تتلوحش في كذا حاجة. يعني طبعا الشبابيك عايزة تتغسل وتتنضف والسلك يتنضف. الستاير عايزة كلها تتلم وتتغسل. ده وقته؟ لا، ده مش وقته إطلاقا. أعمل نفسي إن أنا عمي عن الستاير وعمي عن الشبابيك، وأعمل اللي في ذهني إن أعمله بس. كنست ورا الترابيزة وقمت مسحة بشوية مية عليهم شوية اللي هو نسيت اسمه فولكان ولا مش عارفة، اللي هو بديل اللي أنا ناسي اسمه برضو. مش فاكرة اسم أي حاجة. بص، خارجة من الامتحانات من كتر المواد اللي ذاكرتها ناسية أسمي كل حاجة. كان في بتاع اللي هو مقاطع داوني، المقاطع دوت ما بنجيبوش، بنجيب واحد اسمه كان بلانكو. فشوية بلانكو وشوية أوكسي ومية، وحطي في الأرض بقى وشمي أجمل روايح ريحة النظافة. وبعدين قمت داخلة على الشباك ده بالمكنسة، قمت شافطة التراب. وبعد كده بقى كنست الأوضة كلها، وكل السيراميك اللي باين مسحته زي ما انتوا شايفين. طبعا دي المساحة رقم 1500 اللي أنا بشتريها، ما برتاحش إلا ليها للأسف، ما برتاحش غير ليها هي وبس. بتريحني ومنجزة.
وبتظبط الدنيا. بصوا بقى الاوضه بعد ما اتروقت والله جمال. انا عايزه اقول لكم الوقت ده دلوقتي، يعني الولاد نزلوا الامتحان الساعه 8 وربع، دلوقتي مثلا كانت الساعه 9 الا تلت 9 الا ربع. شايفين الاوضه؟ مش عايزه اكتر من كوبايه شاي كده او المشروب اللي بتحبيه، وتقعدي بقى كده في هدوء تسبحي ربنا مع نور ربنا ده اللي طالع، حاجه تريح القلب الحزين بجد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، واذكروا ربنا في كل وقت. عايزة أقول لكم بقى أحلامي وطموحاتي اللي أنا ناوية إن أنا أعملها في الصيف ده. أول حاجة أنا ناوية أبعت الأنتريه ده، الطقم ده كله، الاتنين كنبة والاتنين بوف، عند المنجد أغير لونهم. أنا عايزة أقول لكم إن أنا عندي كنبة الكبيرة دي والكنبة الصغيرة وبوفين، بس في بوف أنا طلعته البلكونة، يعني البوف التاني ده انا مطلعاه البلكونه وخلاص بقى اتبهدل من الشمس، فبقيت سايباه في البلكونه على طول. هوديه بقى واعملهم كلهم طقم، وارجع البوف بقى التاني ادخله الليفينج تاني. شديت بقى روقت الكنب طبعا ورتبت الشلت بتاعته، وقمت جايه بالمكنسه. شايفين انا مش قادره اقول لكم التراب قد ايه، وقمت شافطه الشباك جزء بس من الشباك كده اللي هو بتاع السور، وبعد ما كنست الكنسه المعتبره فش 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 بالبخاخه ونزلت على السيراميك حتى تكبتتك، وقمت مرجعه الكنبه تاني مكانها. بقت كل مكان انضفه كده ابقى والله مش مصدقه ان انا ما فيش الولاد مش موجودين وبالسلامه، ربنا ما يغيبهمش ابدا يا رب في الامتحان بتاعهم. شلت الاطباق وشلت الفوط والحاجه اللي هم حاطينها، وقمت بقى حاطه المنفضه الكنبه وموضباها. المهم بقى عايزه اقول لكم اول حلم من الاحلام انا عايزه اعمل ايه، اغير الكنب ده ان شاء الله باذن الله في الصيف، واجيب سجاده في الليفينج. وبشاور عقلي يا اما اجيب ترابيزه احطها في الليفينج في النص، يا اما ما اجيبش. عايزه اجيب عشان لما يبقى في صينيه حاجه اقدر احطها في الليفينج. طب مش عايزه اجيب ليه؟ علشان العيال اللي عاملين الاوضه دي ملعب، هما ما شاء الله من فضل الله كسروا شاشه قبل كده كانت 50 بوصه بسبب الملعب اللي هم عاملينه ده. فهل بقى اجيب سجاده وامنع اللعب في الاوضه دي تماما، ولا اجيب قصدي ترابيزه ومبقاش فيه لعب، ولا اسيب لهم المكان ده يبقوا بيلعبوا فيه؟ هما بيلعبوا فيه بس في وقت المذاكره، يعني اللي واخد بريك بين ماده والتانيه بيخرج يلعب هو واخوه، يلعبوا كوره، يلعبوا باسكت، ينطقوا في الباسكت كده يعني. فمش عارفه بقى، بيقولوا لي اجيب ترابيزه في الليفينج ولا ما اجيبش. وبعدين بقى نزلت على ترابيزه التلفزيون، بجد لو هتصدقوني انا عمري ما شفت منظر الترابيزه بالشكل ده في البيت عندي هنا في حياتي. يعني مش قادره اقول لكم، الشقه كانت وصلت لمراحل ايه. ازعل، اتضايق، اكتئب؟ والله ابدا ما يحصل ما يحصل، ولا نفسيتي تستحق كده ابدا. انا مش هقطع نفسي، خلاص اللي يتعمل واللي ما يتعملش ما يتعملش. الولاد في الامتحانات ومسير الامتحانات تخلص والتنظيف هيروح فين؟ ما هو موجود كده كده، احنا اللي هننظف كده. الحمد لله اوضتي خلصت والليفينج خلصت، قلت بقى ادخل على المعركة الكبرى. اتشعلقت بقى، هتشعلق دلوقتي كده زي ما انتوا شايفيني، اظبط الستاير طول الوقت. عمالة اقول ايه، انا مش هطلع اعمل الستارة المرة دي بقى، خلاص لا خلاص، عشان انا ببقى قلقانة من موضوع السور ده. هجيب بتاع الستاير، ولا فاضية اجيب بتاع ستاير، ولا فاضية اجيب رقم لبتاع الستاير، ولا فضيت خالص. عايزه اقول لكم يعني ان انا واقفه، انا ساكنه في دور مش ارضي ولا كده، ساكنه في الدور الرابع. فطبعا رعب، يعني لو الستاره الهوا حركها كده وشفتي الارض وانت واقفه فوق كده بتبقي مرعوبه. لمعت كل حاجة ونظفت كل حاجة، اكوام التراب ما تتخيلهاش. بس الجو كان جميل قوي، ما كانش حر، كان الجو صبح بدري، وصوت بقى العصافير كان جميل كده، العصافير في كل مكان. فمرة كده بقى اصور لكم صبح بدري واسمعوا بقى زقزقة العصافير، جميلة جميلة جدا هنا عندنا. المهم بقى بالمكنسة على طول امسح بقى وانا اعمل الدنيا، لا والله بالمكنسه والحته، ونزلت تنفيض. الكرسيين عاوزين يتغسلوا البلاستيك، اغسلهم؟ لا يمكن ما فيش غسيل النهارده، ترويق كده بس. الحاجات بقى من ضمن الحاجات اللي انا هغيرها ان شاء الله باذن الله الصيف اللي جاي ده، هرمي بقى الكرسيين دول واجيب كرسيين تانيين يكونوا مريحين برضو، وبس يكونوا حجمهم اصغر من كده، عشان انتوا شايفين ان البلكونه عندي طويله بس رفيعه يعني صغيره. وبصوا الجو بقى، بصوا السيراميك بقى عامل ازاي، شايفين كان شكله ايه وبقى ايه، والسفل بتاع الوزرة والكراسي
شايفين؟ والهوا كان جميل صدقوني. انا كان نفسي اسيب كل حاجة في ايدي واقعد في البلكونة اشرب كوباية كاكاو او اشرب كوباية نسكافيه او اشرب كوباية اي حاجة. الجو كان تحفة. شايفين نور ربنا؟ نور ربنا كان جميل جدا. انا اصلا يعني بحب، انا كائن ليلي يعني دايما بنشط في الليل وببقى يعني حاسة ان جسمي فيه طاقة في الليل. لكن لما بصحى الصبح برضو بدري وبشتغل بدري نور ربنا بيدي طاقة جميلة قوي ونفسية حلوة قوي. شايفين الأوضة؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني ما نقولش غير كده. الولاد بقى ربنا يهديهم ويصلح حالهم يا رب. الكرسي الدوار ده بتاع المكتب كان بيثبت وكان بيبقى مرجيحة وبيطلع وبينزل يعني خلاص ما بقاش نافع، انكسر. ان شاء الله بإذن الله دي حاجة من الحاجات اللي هصلحها في الصيف ان شاء الله. هسأل على الناس اللي عندهم الأثاث المكتبي دول بيصلحوا الأثاث المكتبي وهوديه. بصوا الدفاية من قد ايه مش ما عنديش وقت ان انا اشيلها، قمت لما بقى دي الدفاية الوحيدة اللي كانت ما دخلتش مكانها، جبتها بقى كانت موجودة في الليفينج وقلت خلاص بقى اتنازلت انا. ولو اني كل يوم اقعد اشخط في العيال يشيلوا هم الكتب بتاعتهم وحاجتهم، يلا جيت انا بقى على نفسي خلينا انا الكبيرة عشان هم في الكويز دلوقتي. قلت يا بت ايه شيلي انتي الكتب بتاعتهم. طبعا انا ساكته وانا بنظف؟ لا والله مش ساكته ابدا، بقي ما بيسكتش عن ذكر الله والتسبيح والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. انا عايزه اقول لكم انا من غير الاذكار ومن غير التسبيح كان زماني قاعده في الفراش. يعني من فضل الله ذكر الله بيديكي قوه ونشاط ما تبقيش عارفه انت جبتيهم منين، لدرجه ناس تبقى قريبه مثلا منك تقولك دي كانت بتمثل، دي ولا عينه، دي رجليها ما بتوجعهاش ولا حاجه، ده ظهرها سليم، ده مرارتها سليمة، ده كليتها سليمة دي ده اللي معرفش ايه سليم، اللي هو انا بقول كل الحاجات البايظة اللي عندي. فالله المستعان. يعني بالذكر ربنا بيقوي، والذكر والصلاة على النبي بيدوا بركة وبيدوا طاقة وبيدوا جهد يديك ان شاء الله بإذن الله. ربنا يبارك لك في طاقتك وتقدري تعملي الحاجة. بدأت أول حاجة لميت الغسيل اللي كان ناشف على الحبل، وقمت جبت الغسيل اللي جوه الغسالة نشرته، وقمت كان في طبق مبلول قمت نشره هو كمان جنب اللي كان في الغسالة. فضيت كده الغسالة وكل الغسيل بقى اللي ناشف قمت نازلة عليه ايه حتتك بتتك هاتك يا تطبيق. كانت الكمية كبيرة جدا طبعا. طبقت بقى الغسيل كله. بس عايزة اقول لكم مش شايفين الشغل كان متراكم قد ايه؟ ما يأسش ولا ازعل ولا ازهق ولا اقول ده كل الناس بيوتها نظيفة. لا، ما فيش الناس مش بيوتها نظيفة ولا حاجة. كل ده بيبقى شكل ومنظر بس في السوشيال ميديا كده، انما كلنا بيجي كلنا شققنا بتبقى متبهدلة ومش قادرين، واوقات حتى اوقات ما بنبقاش مشغولين، بنبقى مجرد فقدنا الشغف، مفيش مش قادرين نعمل حاجة، عاوزين نرتاح بس. يعني اوقات دلوقتي في زنقة امتحانات وي 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 فلينا اعذر، انما اوقات الواحد اصلا ما بيبقاش قادر يعمل حاجه. طبعا الاستاذ ياسين واخد الامتحانات ده ما شاء الله لسه شويه عليه، هيدعك بقى السنه اللي جايه في برايمري 4، هيبقى ايه في طب السنه اللي جايه. فقلنا خليه بقى ايه يلعب وياخد حظه من اللعب والانبساط والفرفشه، عشان السنه الجايه هيقع ومحدش هيسمي عليه. قمت بقى مطبقه الكوفرتات خلاص كده الحمد لله. الغسيل فقرة الغسيل انتهت وشلت الغسيل في مكانه، وبعدين بقى هشيل الملايات. قلت بقى الملايات نظيفة مش نظيفة، نظيفة مش نظيفة، قعدت اشاور نفسي. بعدين قلت خلاص بقى يعني حتى لو هي نص ونص اغير الملايات وخلاص، عشان يبقى لما العيال تاخد الدراسة ابقى انا هونت من على نفسي. يعني انا كان لو انا سبت الشقة ال 15 يوم اللي باقيين دول، الامتحانات قولي فاضل عليها 15 يوم ولا حاجة او اكتر من 15 يوم مثلا 20 يوم، لو انا كنت سبت الاساسيات دي ما نظفتهاش ولا كده كان هيبقى مش مشكلة. هي تتراكم عليا بس مش هبقى احس ان انا خدت الاجازة. فقلت انضف بقى دلوقتي، وبعد كده ان شاء الله باذن الله تبقى الشقه بقى يعني الاساس فيها مظبوط، نبدا نحنتف انا وانتوا فيها بقى حنتفه كده لحد ما نظبطها ونخليها على سنجة 10. النهارده احنا عندنا مسابقه، وهي انا قلت كام حاجه انا نفسي اغيرها واعملها.
في اجازة الصيف اللي جاية دي. اول واحدة هتكتب الحاجات اللي انا قلتها، تكتبها صح ومظبوطة. ايه الحاجات اللي انا كان نفسي اغيرها في الشقة، الحاجات اللي انا قلت لكم عليها في الفيديو ده، كام حاجة تكتبوهم. والجايزة ان شاء الله هتبقى 200 جنيه من اسرار البيوت مع حنان. اللي وصل معايا لحد دلوقتي ده في الفيديو دوسوا لايك. وبعدين تعالوا هنا اقول لكم، تعالوا لي هنا 20 لايك بس. ليه ده انا لو سلقة بيض وبعلمكم البيض المسلوق بيتسلق ازاي، وانتوا طبعا مش محتاجين علام، انتوا كلكم اساتذه، هاخد اكتر من 20 لايك. فين اللايك؟ دوسوا لايك دلوقتي حالا. واللي ما اشتركتش في القناه تنزل تشترك دلوقتي حالا. طبعا بقى الاكل ده كان محتاج ايه؟ كان محتاج اكله كده الواحد ياكلها بمزاج. طبعا الفراخ الروستو مع الخضار في الكيس الحراري، يا جماله ما اقدرش اقول لكم على الاكله دي جميله قد ايه. الاكله دي كده يعني انا دلوقتي لمجرد ان انا شفتها حسيت بالسعاده وشميت ريحتها، جميله جدا. عملت لكم قبل كده، دي تتعمل مع رز ابيض ساده، مع رز ابيض، مع رز بالشعريه، تتعمل مع رز بالخلطه، تتعمل كمان مع رز اصفر بالبسله، وتتعمل مع رز الكبسه، تبقى تحفه. الطريقه انا عملتها لكم قبل كده في الفيديوهات اللي فاتت. تدوموا في صحه وهنا وخير وعافية. ربنا يبارك في قلوبكم ويبارك في بيوتكم ويبارك في أولادكم ويجعلكم يا رب من المرضيين في الدنيا والآخرة. وحشتوني قوي، منتظرة تعليقاتكم الجميلة ومنتظرة اللايكات. فين اللايك انت وهي يا حبيبتي؟ يلا، بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.